السلام عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسعادة، ويا رب يسعد قلوبكم حقق لكم كل اللي بتتمنوه. اللهم اصلح لي شأني ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. النهارده يا جماعة قلت اغير معاكم اجيب معاكم واحنا بنفطر، وانا بفطر واشارككم معايا يوم من الايام اللي انا بفطر فيها. فجبت السينابون او شبيه السينابون اللي انا كنت عاملاه معاكم امبارح، او الدناش. وقلت اما اعمل كوباية نسكافيه، وخدت قطعة من الدناش ده او شبيه السينابون ده، وقلت اما اعمل كوبايه النسكافيه بتاعتي. وبعد كده حضرت اهي كوبايه النسكافيه، وهاخد بقى اجيب صينيه صغيره وهحط فيها ال- الفطار بتاعي والنسكافيه. وبعد كده نروح نفطر ونرجع تاني مع بعض. اهو بصوا يا جماعه كده، ده فطار بسيط كده. قلت اغير بدل ما بنجيب جبن وحاجات من كده، وقلت اما اغير وافطر معاكم حاجه بسيطه وسهله كده من اللي موجوده في البيت. جبت هنا يا جماعه العدس ابو جبه او العدس البني، وعشان انا عايزه، كنت المفروض نقعته من بدري. فسخن غليت له ميه في الكتل وهضيفها عليه، عشان اسيبه شويه منقوع في الميه المغليه. وبعد كده هغليله ميه على البوتاجاز وهسقطه فيها، عشان النهارده اعمل معاكم الكشري المصري. يا رب طريقتي تعجبكم وتنول رضاكم. دلوقتي انا بقى غليت الميه اهو في الكتل، وبعد كده صبيتها على العدس البني او العدس ابو جبه زي ما احنا بنقول عليه. وجبت البصل هقطعه طرنشات او جوليان. جبت 4 بصلات هقطعهم طرنشات او جوليان زي ما انتم بتقولوا. آه عشان طبعا بعد كده نحمره، بس طبعا قبل ما نحمره هضيف عليه مكون كده عشان يخليه مقرمش ويخلي طعمه حلو ومسكر. فهضيف عليه معلقتين نشا بعد ما اقطعه كده زي ما انتم شايفين كل كمية البصل اللي معايا. هحط عليه معلقتين نشا وادمجهم مع البصل واسيبهم منقوعين شوية بتاع نص ساعة كده لحد ما احضر بقية الحاجة. اهو كده بصوا يا جماعة طريقة التقطيع طريقة سهلة يعني وبسيطة، وانا عارفة ان انتوا شاطرين وبتعرفوا تعملوا كل حاجة. بس جبت بعد كده بقى النشا اهو، واحط عليه معلقتين نشا بس. وكنت قبل كده بحط عليه معلقة سكر، بس قلت اما اجرب المرة دي واحط عليه نشا بس. وهخلطهم مع بعض مع البصل كويس جدا وادمجهم مع بعض واركنهم شوية نص ساعة على ما اكون حضرت حاجة تانية او محضر حاجة تانية. طبعا يا جماعة احنا بنعمل الكشري المصري بعدس بجبة او عدس بني ورز وبشعرية ومكرونة مشكلة. فانا كان عندي رز بصراحة، يعني كان بقيت اكل، فقلت بدل ما اعمل رز من اول وجديد وخسارة ان انا ارميه، فقلت لا اعمل كده كده عندي الرز يعني معمول بشعرية، فهعمل بس مكرونة وهعمل عدس. فجبت المكرونة او العدس، او المية غلت اللي انا هحطها فيه تاني، صفيت المية اللي كنت نقعها فيه، فهحطه في المية المغلية دي واسيبه ياخد غلوة واحدة، ما بياخدش سوا كتير يعني. وبعد كده ايه لما يغلي غلوة ويتسلق هطفي عليه. وهنا حطيت مية في الحلة بتغلي زي ما انتم شايفين كده، واجيب فيها مكرونة صغيرة هسلقها، عبارة يعني بما يعادل كيس كده اللي هو 400 جرام ده. وهحط مكرونة سباكيتي مكسراها على 3، يعني مكسرة المكرونة سباكيتي على 3 مراحل. وسقطتها اهوت مع المكرونة الصغيرة. وادمجهم مع بعض لحد ما يستووا برضو، تتسلق وتستوي. وبعد كده هنزلها من على البوتاجاز. كده العدس خلاص استوى وخلاص طفيت عليه. بعد كده شوية بقى واصفي عليه المية واركنه لحد ما المكرونة تتسلق. وطبعا نقلت المكرونة على عين تانية، وجبت لكم هنا الحلة اهي اللي انا بحمر فيها. هحمر فيها بقى البصل بعد ما قعد نص ساعة في في النشا. هضيفه بقى كله في الزيت، طبعا الزيت كان سخن جدا زي ما انتم شايفين اهو، زي يعني زي كأنه بيغلي. وبعد كده هحط فيه البصل واقلب بقى وافضل في تقليب مستمر لحد ما البصل ياخد لون. بس طبعا هفضل ايدي في البصل
عشان خاطر مفيش حبة ياخدوا لون وحبة ياخدوا لون تاني. بس كده خلاص البصل اهو خد لون يعني لون كله موحد، هو بيبقى احمر كده يا جماعة. هطلعه بقى كل البصل على مناديل مطبخ زي ما انتوا شايفين اهو زي الفل. وبعد كده هاخد شوية من الزيت اللي كانوا بتوع تحمير البصل ده وهعمل فيهم الصلصة. عندي طبعا راس توم كبيرة مقشراها ودقيتها في الهون، هاخد منها معلقة كبيرة اهو زي ما انتوا شايفين كده، وهحمرها. مش هحمرها بمعنى حمرها، هصفرها يعني تاخد لون ذهبي. بعد كده هحط الطماطم، احط معلقة صلصة كبيرة من المعلبة. وبعد كده عندي طبعا طماطم من المتفرزة طلعتها من الفريزر تفك. وبعد كده برضو هي سيحت وطلعت يعني مفكت من بعضها، هحط اهو بما يعدل برضو حبة شوية كويسين يعني. على فكرة لقيت بعد كده وكده قطعت فلفل اهو حطيته مكعبات فلفل كوبي. وحطيت بقى كمون وفلفل اسود وبابريكا مدخنة، بس ما حطيتش اكتر من كده. ولقيتها عايزة معلقة صلصة تاني من معلبة حطيت لها بس. وهسيبها بقى تغلي غلوتين تلاتة كده على البوتاجاز وشوية ملح اهم وبس ما تغلي. وبعد كده ايه هشيلها من على البوتاجاز. هنا بقى هعمل هنا الدقة سخنت مية في الكتل، مش غليتها سخنتها مية دافية. وحطيت برضو فلفل اسود وشوية كمون وشوية بابريكا مدخنة وتوم، معلقة توم زي ما انتم شايفين كده في البولة ديت. وهنا نص كوباية خل، وهدمجهم مع بعض تبقى دي الدقة بتاعت الكشري. وهعصر وهعصر ليمونة واركنها بقى على جنب لحد ما احضر بقية الحاجة. كده خلاص اهو صفيت المكرونة، والمكرونة مفرفرة ومفلفلة من بعضها اهي جميلة. والرز اهو اللي انا قلت لكم كان عندي وسخنته هضيفه على المكرونة. طبعا هغرب بس الواحد بس من الولاد عشان بقية الولاد بره. وانا بصراحة مش صاحبتي الاكلة دي، فعملت يعني غرفت لنفسي بعد كده بعد ما قفلت الكاميرا شوية مكرونة وحطيت عليهم شوية صلصة. انا مش صاحبتي الاكلة دي بس. وهحط بقى كده الصلصة زي ما انتوا شايفين، وهحط شوية بصل، وهحط الدقة. ويا رب الأكلة تعجبكم، أكلة بسيطة وسهلة، ويا ريت يا رب طريقتي تعجبكم في الأكل في عمايل الأكلة. وما تنسوش تعملوا لي لايك والشير والسبسكرايب وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد لو سمحتوا يا جماعة بالله عليكم. اهو حطيت الدقة اهو. وكده كده يبقى الطبق جاهز كامل متكامل. في ناس بتحط حمص يا جماعة، بس برضو ولادي مش بيحبوا الحمص، فانا قدمته لهم او عملته لهم حضرته لهم بالطريقة اللي بيحبوها بيه. وكل واحد بيعمله بالطريقة اللي بتعجبه وتعجب اولاده. فدي طريقتي الطريقة اللي بيحبها ولادي. ويا رب الطريقة تعجبكم وبألف هنا وشفا. واشوفكم يا جماعة في فيديو جديد بكرة، ومع ألف سلامة.